طيب هروح مع حضرتك لأهم منشآته، لأن ده برضو جزء مهم جدا من تاريخه ومن حياته يا دكتور. المنشآت اللي تركها لنا هذا الأمير العديد من المنشآت، كان من أشهر هذه المنشآت هو نوع في منشآته. وبرضه عايز أقول إن هذا الأمير كان شغوف جدا بالفرس. الفرس كان ليهم دور كبير جدا في المنشآت اللي أنشأها هذا الأمير. نعم. ويمكن أنا أشرت في بداية الحلقة وقلت إن هو كان مغرم شوية بالعجم، وكتب التاريخ بتقول إن هذا الأمير يعني أبدأ إعجاب كبير بهؤلاء، وبدأ إن هو يجلب الكثير منهم إلى مصر. وخصص المدرسة اللي أنشأها عندنا، يعني في مدرسة شهيرة، مدرسة وجامع في آن واحد، بتأدي الوظيفتين المهمتين، المهمة العلمية والمهمة الدينية في نفس الوقت. هذه المدرسة مدرسة الغطموشية دي موجودة في آخر شارع الصليبة. هذه المدرسة بجوار الجامع الطولوني، وبالمناسبة هو أنشأ القصر والاسطبل بجوار هذه المدرسة. هذه المدرسة هي تعتبر زي المدارس المملوكية. زي المدارس المملوكية بتاخد الشكل اللي هو الشكل المربع. هذا الشكل بيتوسطه صحن مكشوف بيحيط به العديد من الأواوين أو الإيوانات. كان أكبر هؤلاء الأواوين أو هؤلاء الإيوانات الإيوان اللي هو فيه القبلة، وده يعني بيتقدمه محراب. هذا المحراب يعني مصنوع من الحجر. هذه المنشأة العجيب والغريب فيها إن القباب فيها بتأخذ الشكل المزدوج، قبة عليا وقبة داخلية، وده مش موجود في العمارة المملوكية إلا في هذه القباب اللي متأثرة